عندنا فريقين من دكاترة الأسنان، فريق مع الفرشة العادية وفريق تاني مع الفرشة الإلكترونية. يا ترى مين فيهم صح؟ يا ترى مين الفرشة الأحسن في غسيل الأسنان، الإفكتيف أكتر، اللي هتوصل لأماكن أحسن وأكتر من التانية؟ مين المسلية أكتر؟ مين فيها فيتشرز وخصائص هتساعدك أكتر وهتوصل لنتيجة أحسن في الآخر؟ هو ده موضوع حلقة النهاردة. يلا بينا نسمع الفيديو ده ونعمل مقارنة لطيفة نقرر فيها في الآخر هنستخدم أنهي فرشة فيهم، العادية ولا الإلكترونية. لو أنا اتسألت بشكل شخصي، خليني أقول لك عن رأيي الشخصي كدكتور أسنان وكشخص عادي بيغسل أسنانه كتجربة فعلية، مين فيهم أكتر أحسن؟ مين فيهم أحسن بكتير من التانية؟ خليني أقول لك إن الفرشة الإلكترونية تكسب، وتكسب بفرق كبير كمان. عايز تعرف ليه؟ يلا بينا. الفكرة كلها في الحركة يا صديقي. الفرشة العادية بتحتاج منك انك تحركها بطريقة معينة وبزوايا معينة علشان توصل لأماكن معينة، بحيث تكون غطت كل السيرفيسز بتاعت الأسنان من كل الاتجاهات وكل الزوايا. وده مش حاجة سهلة أبدا، ومش حاجة انت بتكتسبها كده بالفطرة. لا، دي حاجة محتاجة تريننج ومحتاجة تركيز ومحتاجة انك تكون حريص ومركز، وبتوصل لمكان وتنقل على اللي بعده وهكذا. مش حاجة بايلك كده بتحصل، ولو حصلت مرة كده 10 مرات تانيين مش هتقدر توصل لكل الأماكن صح بطريقه افكتيف 100%. الفرشه الالكترونيه خصوصا النوع اللي بيلف حركه دائريه بيقدر يغطي ويوصل لكل الاماكن بتاعه الاسنان لسببين: اولا سهله في الحركه، هي بتلف لوحدها، انت ما عليك الا انك بتوجهها بس في دايركشن معين. واحد. اتنين، صغيره، الهيد بتاعتها بتبقى صغيره، وبالتالي بتقدر توصل لاماكن الفرشه العاديه ممكن مش بسهوله تقدر توصل لها. يعني كده كده الفرشه العاديه هتوصل بس بصعوبه شويه، الفرشه الالكترونيه هتوصل لاماكن اكتر بسهوله اكتر. الفرشه الالكترونيه كمان في دراسات كتير اتعملت اثبتت ان الفرشه الالكترونيه بتقدر تشيل كميه اكتر من البلاك اللي موجود على السنه. يعني انا مش جاي اقول لك الكلام ده من عندي، هو في دراسات كتير فعلا اتعملت بتثبت ان الفرش الالكترونيه بتقدر تشيل كميه بلاك ده الطبقه اللي بتتكون على سطح السنه لما يعدي عليها وقت من غير غسيل اسنان. الالكترونيه بتشيل كميه اكتر، بتوصل لاماكن اكتر، سهله الحركه. في كمان فيتشرز موجوده فيها زياده مش موجوده في الفرشه العاديه، زي اولا في فرش كتير وانواع كتير دلوقتي او شركات بتقدم حاجه اسمها بريشر سنسور. يعني ايه بريشر سنسور؟ يعني احيانا بعض الناس وهم بيغسلوا اسنانهم بيضغطوا على الفرشه العاديه جامد قوي، وبالتالي يعملوا انحسار وتراجع في اللثه، بس بسبب ان هو بيضغط على الفرشه المانيوال العاديه جامد وهو بيغسل اسنانه، ظنا منه ان هو كده هيغسل اسنانه اكتر او هينضفها اكتر. لكن الفرش الالكترونيه زي ما قلنا في بعض الشركات البريشر سنسور ده بيخليك توقف غسيل والفرشه تتوقف تماما عن الدوران. بمجرد ان انت ضغطت جامد على اسنانك الفرشه بتقف، تقول لك لا كده غلط، تقف. فبالتالي انت بتاخد بالك وبتفهم وبتشيل الضغط شويه والفرشه تبدا تشتغل تاني من اول وجديد، وبالتالي هتحمي اسنانك من التاكل او من تراجع اللثه وانحسار اللثه بسبب الضغط الشديد اللي ممكن تسببه الفرشه العاديه. نروح بقى لنقطه ثالثه كمان مهمه جدا، وهي الاطفال. مين فينا مش بيعاني علشان يقنع طفله يلا يا حبيبي نغسل اسناننا؟ السوسه قصه وفيلم كل يوم بيتعمل علشان بس طفلك يبقى سهل عليه يدخل يغسل اسنانه ويكتسب العاده دي وتبقى عاده يوميه معاه. الفرش الالكترونيه بتساعده جدا. ليه؟ لان الشركات بتتفنن ازاي تعملها باشكال معينه والوان معينه وحركات، وساعات بعض الشركات بتحط فيها ساوند سيستم شغل ميوزك او اناشيد او اغاني معينه تخلي الطفل يحس ان الاكسبيرينس نفسها عشان يغسل اسنانه ان هي لعبه او ان هي حاجه مسليه بيعملها مستنيها اصلا اخر اليوم علشان بيتسلى، والمعجون طعمه جميل، وجايبين معجون طبعا مخصوص للاطفال بالفلورايد. عملوا كمان في حاجه ان خلينا الفلورايد فيها اقل عشان ما يبقاش مضر في المعجون. بس احنا دلوقتي بنتكلم على الفرشه فنركز عليها. الطفل بيجي يغسل اسنانه يلاقي الفرشه بتغني، شكلها حلو، الوانها حلوه، بتتحرك لوحدها فخليها اكسايتد، كمان المعجون طعمه حلو، فبيحس ان الاكسبيرينس كلها على بعضها جميله لذيذه، متحمس يغسل اسنانه كل يوم، مش هتعاني ولا هتتعب معاه عشان يغسل اسنانه. وانا دي عن تجربه شخصيه انصحكم بالموضوع ده جدا. دي ثالث نقطه ميزه في الفرشه الالكترونيه. رابع ميزه بقى يا شباب، وهي ان بعض الشركات خلت الموضوع اب تو ديت اكتر واحسن، وربطت الفرشه بتاعتك بابلكيشن على الموبايل. الابلكيشن ده بيوري لك بقى انت غسلت اسنانك كم مره، غسلت كل يوم ولا لا، وحاجه كمان بيقول لك انت غسلت في المناطق اللي في اسنانك هنا اكتر من هنا، فهتخلي بالك بعد كده ان انت تغسل في الاماكن دي اكتر. تحس ان بجد الموضوع بقى تجربه ذكيه، مش مجرد فرشه عاديه بتغسل بيها اسنانك وخلاص. لكن خلي بالكم حاجه مهمه قوي، الفرشه الالكترونيه مهما كانت ذكيه وجميله وقويه وبتنظف، هي مش هتغنيك ابدا عن دكتور الاسنان. لان دكتور الاسنان هيقدر يشوف حاجات الفرشه مش هتقدر تشوفها، هيقدر يشوف ان في تسوس ما بين الضرسين الفرشه مش عارفه تطوله، هيقدر يشوف يعمل اكس راي ويقول لك ده في خراج في الضرس الفلاني. فالفرشه الالكترونيه مش بديل عن دكتور السنان، لكن هي حاجه هتخليك تروح لدكتور الاسنان بتاعك كل 6 شهور ويقول لك انت اسنانك جميله وزي الفل روح. دي لوحدها يعني شيء لا يقدر بثمن، ان انت تروح لدكتور الاسنان ويقول لك انت زي الفل وتمام وعملت التشيك اب بتاعك كل 6 شهور انت تمام اتفضل مع السلامه. دي احسن حاجه ممكن اي حد فينا تحصل.
فببساطه لو عايز تجربه غسيل اسنانك تبقى اذكى واسهل وتحس ان انت عملت ابجريد كده في صحه اسنانك وصحتك وعنايتك بالاسنان عموما، انصحك تجرب الفرشه الالكترونيه. في حاجه مهمه قوي بقى، اول ما انا جربت الفرشه الالكترونيه يا جماعه حسيت ان الموضوع كده غريب، وان انا متوتر، وان هي بتحرك جامد، وان انا مش مرتاح، وان انا مش مرتاح ولا مبسوط اول اسبوع بس. بعد كده بتبدا تتعود عليها والدنيا بتبقى لذيذه وسلسه وسهله وجميله. وفي حاجه مهمه جدا اخيره، مش مهمه ابدا 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 بالنسبه لي، انت حضرتك هتستخدم انهي فرشه؟ هتستخدم فرشه عاديه ولا فرشه الكترونيه؟ صدقني الاهم انك تغسل اسنانك كل يوم مرتين بصفه دوريه، ويبقى روتين حياه عندك في حياتك، انت مش بتتنازل ولا بتستغنى عنه ابدا. اهم بكتير من ان انت هتستخدم انهي فرشه ان انت تغسل اسنانك كل يوم مرتين. انتوا بقى مع انه فريق، الفرشه العاديه ولا الفرشه الالكترونيه؟ ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنت. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك يا صديقي، فما تنساش تعمل لنا سبسكرايب واستنانا في الفيديوهات الجايه عشان اللي جاي كتير. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.